هاتي كده ورقة وقلم واكتبي معايا يا ست الكل الطريقة بتاعة تتبيلة الشاورما الفراخ الأصلية بتاعة محلات السوريين. أنا هنا كده معايا نص كيلو من صدور الفراخ المتقطعة شرايح رفيعة جدا، وثلاث معالق كبار من الزبادي، ومعلقتين كبار من الخل الأبيض وعصير ليمونة، وحوالي 3 معالق كبار من الزيت. يعني ممكن تحطي زيت زيتون وممكن تحطي كده ايه زيت عادي. ومعايا فصين توم مفرومين ناعم، ومعلقة صغيرة من البابريكا والكركم والكاري والجنزبيل وبهارات الشاورما او بهارات الفراخ، وممكن برضو تمكسي ما بين بهارات الشاورما وبهارات الفراخ. وهتضيفي كمان نص معلقه صغيره من القرفه، والملح طبعا زي ما انتوا عايزين، والفلفل الاسود، وممكن تحطي كمان رشه شطه اختياري. اسيب كده الحاجه دي كلها او الفراخ دي كلها منقوعه مع بعض في التتبيله حوالي ساعه او اتنين، وممكن من بالليل للصبح. وتاني يوم كده اشيلها من التتبيله واجيب طاسه سخنه جدا، وبعدين انزل فيها في شويه زيت، وبعدين انزل كده اطشها في الزيت السخن ده قوي. تقدروا تضيفوا كمان قطعة ليا، الى ان هي بقى تستوي كده ويعني تاخد طعم التتبيلة بتاعتي كلها. في الاخر اضيف لها بقى كده قطعة فحمة، ودوقوا بقى احلى شاورما فراخ.